السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده بعيد عن الوصفات. ان شاء الله هنفرز الثوم يفضل معاكي اطول فترة ممكنة في الفريزر من غير ما يغير لا لون ولا ريحة ولا طعم. حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا ده الثوم القديم مش اللي هو بتاع الموسم او الجديد. طبعا قبل ما يفضوا عندي انا فصصتهم كلهم. عندي دلوقتي حوالي 4 كيلو من الثوم المتفصص. تمام. هقول لكم طبعا على طريقتي في التخزين الثوم وتفريزه. بجد يعني حاجة كده تحفة. أنا بقالي سنوات معتمدة الطريقة دي وبجد هتعجبكم جدا. أول ما هتجربوها إن شاء الله مش هتستخدموا غيرها. عندي هنا نص كيلو من الثوم عفوا المتقشر، عليه معلقة كبيرة من الملح وعليه معلقة كبيرة من السكر، وعندي كده 3 ملاعق أو 4 ملاعق كبار من الزيت. تمام. ومعلقتين من الخل. دول بس مكوناتنا. بس أنا عندي هقسم الثوم نصين. هعمل شوية ثوم هفرمهم مع البصل. تمام. بصلاية واحدة بس. تمام. لكل مثلا نص كيلو من الثوم. عندي هنا دول حوالي 4 بصلات او تقريبا 3 بصلات متوسطين. تمام. اخدت نصهم اهو هضربه عليهم. تمام. هضربه مع الثوم كده. وعايزه اقول لكم الحركه دي بتدي طعم لذيذ قوي 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 للطشه لما نعملها سواء للملوخيه او للباميه او عاوزين نعمل اللي هي طواجن الباميه البراني. بتدي طعم لذيذ قوي قوي فوق الوصف. يعني أنا لاحظت إن الحركة الصغيرة جدا دي مش بتأثر أولا في شكل أو طعم أو ريحة الثوم نهائي خالص خالص. مش هتأثر فيه يعني خالص يا جماعة. يعني تقدري عادي تجربي لو عندك كمية مثلا من الثوم جربي في شوية، مش شرط تكون كل الكمية. يعني جربي في شوية كده، حطي معاهم بصلة. تمام. وخزنيهم او استخدميهم شوفي الطعم هيكون ايه. بجد حاجة كده تحفة. هتقولي طيب الملوخية هيبقى فيها طعم البصل؟ بقولك لا تماما، بتدي طعم ذكي جدا وفي نفس الوقت مش باين انه بصل تماما. تمام. لانه كمية البصل يعني نسبة البصل في الثوم قليلة مش كتير قوي. عايزاكم تجربوا الحركة دي بجد هتعجبكم جدا جدا. بس كده. طبعا عايزة تحطيهم في الكبة مفيش مشكلة، عايزة تفرميهم بمفرمة يدوية برضو مفيش مشكلة. اللي عندك المتاح عندك اعمليه. اهم حاجة مكوناتنا اللي احنا حاطينهم 4 اللي هو ايه الملح والسكر والزيت والخل. دول اهم مكونات عندي هضيفهم للثوم. يا ريت ما تسيبيش مكون منهم ما تحطوش، لا حطي المكونات ال4. انا بنصحك اهو. ايوه المكونات ال4 دول بيخلوا ما شاء الله الطعم واللون والريحه بيفضلوا في الثوم لغايه اخر معلقه تاخديها من كيس. تمام. طيب ممكن تقولي لنا المكونات يعني بيعملوا ايه في الثوم؟ هقول لك على حاجه. اولا الخل بيدي اللون الابيض الجميل وبيحافظ هو كماده حافظه هو والسكر. تمام. السكر بيدوا اللون الابيض للثوم المفروم. تمام. ما يخلوهوش يحمر منك ولا يسود ولا يتغير لونه تماما تماما. طب الطعم مش هتلاقي طعم خل ولا اي حاجه نهائي لان كلها معلقتين. يعني في نص كيلو او كيلو الا ربع معلقتين من الخل. يعني مش هيديكي طعم نهائي. تمام. بيديكي يحفظ لك الحاجة، يديها اللون الجميل اللون الأبيض. يفضل لونها اللي انت بتحفظيه بيه بيفضل لغاية آخر يعني معلقة. تمام. نفس لونها وطعمها وريحتها. الزيت كذلك الأمر كتغليف ومادة حافظة برضو بيحافظ على اللون وعلى الطعم والريحة. كل المكونات ما شاء الله بتاعتنا بتبقى بتحافظ على الثوم زي ما هو. زي ما قلت لكم كده زي ما عملنا في اول شويه هنكمل بقيه الكميه كلها بنفس الطريقه. بس زي ما قلت لكم انا قسمت النصين. نص هعمله كده بالبصل. تمام. هحط معاها البصله والنص التاني من غير. لكن بصراحه انا يعني لو هعمل توم هفرزه على طول بالبصل. يعني البصلايه مش هتأثر معايا في حاجه. في نفس الوقت بتديني طعم لذيذ جدا. فيه نكهة حلوة هتلاقيها في الطشة أو في استخدامك يعني في الثوم
هتلاقي الطعم معزز، يعني طعم كده قوي وحلو قوي وطعمه لذيذ. يعني مش هيضرك تماما. عاوزة تستغني عنه مفيش أي مشكلة. بس اهو للتجربة جربوا شوية كده تفرموهم مع بصلة، تمام، هتلاقي الموضوع حلو جدا. تمام. بس كده. زي ما قلنا لكل نص كيلو، لو هتعملي الكيلو كامل هتحطي معلقتين من السكر، معلقتين من الملح، عندك من 5 ل6 معالق من الزيت، و3 4 معالق من الخل. بس كده، دول مكوناتنا، وارجو انكم ما تغيروش وتطلعوا مكون منهم وبعد كده ترجعوا بقى تزعلوا مثلا وتقولوا لا التوم احمر معايا او باظ. عادي هتحفظيه بقى في الفريزر لفترة طويلة جدا، من السنة للسنة مش هيحصل له اي حاجة، مفيش اي تغيير. وبراحتك طبعا في الفرم، انتي عاوزة الفرم ناعم اكتر من كده، خشن اكتر من كده، دي حاجة ترجع لك وتقدري تتحكمي فيها انتي بنفسك زي ما انتي عاوزة. اهم حاجة ان احنا نخرج الهواء من الاكياس كويس جدا، علشان ايه وعلى فكرة حتى لو تعرض للهواء ما شاء الله بالمكونات بتاعتنا دي مش هيغير لون ولا طعم ولا ريحة. تمام. جربوا كده. طبعا دول التوم بتاعي ده بتاع السنة اللي فاتت، فانا خفت عليه لا يفضى طبعا، وانا عندي كان كمية كبيرة. طبعا تقدري نفس المكونات تستخدميها مع التوم الجديد. هنزل لكم برضو فيديو للتوم الجديد، بس هو كان من قناتي القديمة، بس مش مشكلة، اهم حاجة الفكرة توصل لكم زي ما انا عاملاها. يعني هنزل لكم كده للتوم الموسم او الجديد الاخضر اللي احنا بنعمله بالقشرة، اللي هي الناعمة شوية اللي بتبقى من بره. تمام. هنزل لكم ليه فيديو ان شاء الله قريب جدا، علشان اللي عاوز يخزن التوم الجديد، لكن سواء توم جديد او قديم نفس المكونات بنفس الطريقة. تمام. هتفرمي في الكبة براحتك، تفرمي في مفرمة يدوي او مفرمة كهربائية براحتك خالص، او زي ما انا عملت كده بالهاند بلندر. تمام. ما تنسوش بقى اللايك الجميل، وتشاركوا الفيديو مع حبايبكم واصحابكم علشان ياخدوا المكونات الصح لتفريز التوم الصح اللي هيفضل معاكي من السنة للسنة. بس كده زي ما انتم شايفين خرجت الهواء كله من الكيس. تقدري بقى تجيبي سكينة وتقطعيه كده كمربعات، وتحطيه في الفريزر، هيفضل معاكي بشكله وبلونه وبطعمه وريحته الجميلة قوي قوي. جربوا طريقتي وقولوا لي ايه رأيكم. ما تنسوش برضو اللايك، ولو أول مرة تشوفوا قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل. وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.